في الدنيا قبل القرآن ظلام، ظلمات، ثم جاء القرآن، جاء نورا يشرق من السماء من عند الله عز وجل، ويمتد في الأرض خيوطا في كل مكان، فمن أخذ بها أبصر، ومن لم يأخذ بها بقي في الظلام. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. عجيب. ولكن جعلناه نورا، والنور لا يكون له آثر إلا في الظلمات، وإنما الظلمات ظلمات الجاهلية والفتنة. رحم الله محمدا إقبال في كلمته اللطيفة: تجلي النور فوق الطور باق فهل بقي الكليم بطور سيناء. هذا بيت رمزي، يعني تجلي نور الرحمن على طور سيناء الذي يقصد به الشاعر ها هنا المسلم، يقصد به الوحي باقي، هو القرآن. تجلي النور فوق الطور باق فهل بقي الكليم، والكليم هو كليم الله موسى، وإنما يرمز به هنا للإنسان الذي يتلقى الرسالة، أي إنسان أنا وأنت. فهل بقي الكليم بطور سيناء، لأن طور سيناء في هذا المثال كما هو في القرآن هو موقع التلقي عن الله في قصة موسى في كلامه لربه. نحن لسنا في موقع التلقي، هذه المشكلة. الآذان ديالنا مسدودة والأعين ديالنا مغشي عليها، والدليل على ذلك أن النور بين أيدينا جميعا وبدون استثناء، بل بين أيدي جميع البشرية. ما كاين شي واحد في الأرض اللي النور ماشي قدامه، ولكن قليل من يبصر. وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. ينظرون ولكن ما كيشوفوش، وهم لا يبصرون. قرآن عجيب الحقيقة. لو سألت شخصا وأعطيته المصحف تقول له شنو هذا، يقول لك القرآن. ومن بعد القرآن صافي، هذا حده. ذلك مبلغهم من العلم. هذا القرآن إن لم ترى فيه بصيرة الحق، وأنه بمجرد ما تفتحه تنعكس أشعته وأنواره على عينيك فإنك لا تعرف القرآن. معروف أنه في فيزياء العين أن العين ما كتشوف حتى كيضرب فيها الضوء. يعني زمان كانوا كيقولوا بأنه كانوا كيتوهموا بأن العين هي كتخرج الضوء بحال الشكل ديال الضوء ديال الطوموبيل، وهو غير صحيح طبعا، وإنما الأشعة اللي موجودة في الكون هي كتضرب لنا على عيننا وإحنا نشوفه. فكذلك القرآن يسلط نوره على الأعين فتبصر، ولكن بشرط تكون الأعين ما فيهاش الغشاوة، وإلا تكون تطبق عليهم الآية. مثل هذه الآية التي ذكر الله جل وعلا: فإما ياتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كمثل قوم في كهف تحت الأرض. هل شي قوم ضلوا بشي كهف تحت الأرض، بحال الناس اللي كانوا كيتوضروا في حبس قار بكري، جلاو في خنادق ومسالك من الظلام، مسالك كلها مظلمة بعضها يؤدي إلى بعض، ولا يدري الإنسان أفي شرق الأرض هو أم في غربها، تال ضال في الظلمات. كذلك الإنسان قبل الوحي، هكذا وضع الإنسان. وعند نزول الفتنة أيضا، وهذا زمان الفتنة كما في حديث الفتن التي تمر على الأمة كقطع الليل المظلم تدع الحليم منكم حيران. وفي حديث: هل ترون ما أرى إني أرى مواقع الفتن خلال منازلكم كمواقع القطر. وكل هذه الأحاديث صحيحة سبق تخريجها في مجالس شتى من هذه المجالس المباركة. الناس هل شي قوم في منجم كبير تلفوا فيه، ما عندهم من نور اطلاقا، وإنما هم في ظلمات. وهذا المنجم أو هذا الكهف مسالك دروب تحت الأرض كلها ظلمات، يبحثون عن شيء واحد هو الخروج من الظلمات. السعيد منهم من عثر على خيط نور. اللي سعيد منهم هو اللي بقى غادي في ديك المسالك، هو يلقى واحد الخيط ديال النور، واحد نقيطة حل الشعرة ممتدة على جدار أو على هواء ديال النور. معنى ذلك ماشي لقى النور، وجد أسباب النور أو شعرة من النور، إذا أخذ بها شد في ديك البركة ديال النور اللي لقى وتتبعها وصل قطعا إلى مخرج، لأن هذا النور دليل قاطع على أن الشمس مشرقة. واحد كاين إذن نور كبير، الشمس مشرقة، وعلى أن مصدر النور متجه إلى خارج الكهف، ما يمكنش النور يطلع من الظلام هكذا. اختلف الناس حول ذلك الخيط من النور.
قوم قالوا لا ودي راه الطريق منين جينا راه كاين من هاد الجي وكنسمعوا الحس من هنا. أوهام وتوهيمات إبليس تزيد تجي لهم في الظلمات. والآخر كيشوف النور بعينيه، ما يسمع حتى الهضره اخرى، ما يقول له لا راه سمعنا الحس من هنا، ولا راه كاين شي اثر ديال بنادم من هذاك الشيء كله، ما يعمرلوش راسو لانه يرى بعينه النور. واش يخلي البرهان، والبرهان في العربيه هو شعاع الشمس، برهان يخليه وهو يبصره والامل كله عليه، ومشي يتبع الهضره ديال الناس في الظلمات. هذا غلط. ولذلك المؤمن الكيس الفطن، ولا يكون المؤمن إلا كيسا فطنا، يشد في ذاك الخويط ويتبع يتبع يتبع غادي يخرج. فمن تبع هداي هو هذا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يطمئن قلبه سبحان الله في الدنيا قبل الآخرة إلى أنه يصل. ولذلك تحصل له الطمانينة الكاملة بمجرد حضور ملائكة الموت. هو في الدنيا بين خوف ورجاء، مرة تغلب عليه الرحمة الإلهية رجاء في الله ويفرح بالله، ومرة يغلب عليه الخوف فيخشى أن لا يقبل عمله، فهو بين خوف ورجاء يتوازن كالطير حينما تتوازن أجنحته في تيارات الهواء في الفضاء، طائر غادي إلى الله جل وعلا. ولا بد له من هذين الأمرين، كما أنه لا بد للطائر من جناحين كما قال ابن القيم رحمه الله، جناح الرجاء وجناح الخوف، يسير بهما إلى الله جل وعلا حتى إذا أدركته الوفاة فعندها، يعني قبل ما يسلم الروح، يرى كمال الحق فينزل عليه آنئذ السكينة والطمأنينة الكاملة، وتبشره الملائكة بمنزله من الجنة، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تبع غير تبع الخير. فلذلك هذا القرآن الذي بين يديك هو برهان الله في الأرض، هذاك الشعاع ديال النور الرباني جاي من عند الله، لا عندك انت. تريد أن تصل إلى الله، شد في هذا الحبل النوراني، وهو الحديث الصحيح الذي ذكرته مرارا، هو قول النبي عليه الصلاة والسلام: أليس تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قالوا: بلى نشهد يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: أبشروا إن هذا القرآن سبب، أي حبل، كما ورد في رواية الطبري وكلاهما صحيح الإسناد، إن هذا القرآن سبب طرفه الأعلى بيد الله وطرفه الأدنى بيد من أمسك به منكم، وقال: فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا ما تمسكتم به أبدا. ما عمر اللي يشد في كتاب الله، شد في النور اللي جاي من عند الله، ما عمره ما توقع له جوج المسائل، ما عمره ما يتلف، لن تضلوا، وعمره ما يهلك، أي لن يخسر إيمانه ولن يخسر آخرته، والأمة بأجمعها لن تهلك في الدنيا. أيضا النصر الدنيوي المبين، لو أن الأمة أخذت بكتاب الله حقا لنصرها الله في الدنيا أولا، وكان مآلها في الآخرة إلى النعيم المقيم. فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا، يعني ما تمسكتم به بعده أبدا. وفيه روايات كثيرة كلها صحيحة الإسناد بحمد الله في وصف كتاب الله بالحبل وبالنور الممتد من السماء إلى الأرض، من عند الله إلى عند الإنسان. المشكلة فينا نحن، فهل بقي الكليم بطور سينا؟ تجلي النور فوق الطور باقي، نور الله لا يزال متدفقا إلى الأرض إلى الناس، وتلك حجته جل وعلا عليهم إلى يوم القيامة. فمن يبصر هذا الحق